مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للعرب الكل، مبروك لافريقيا. منتخب مغربي ينتصر على منتخب بلجيكي بالرمضان نتاع الجوارات نتاعو. نحكيو على لوكاكو، هازارد، دي بروين، فيتسيل، ميرتينز، معناتها اسامي كبيره وكبيره. نعرفوا منتخب بلجيكي معناها منتخب كبير، لكن المنتخب المغربي ينتصر عليه باثنين بلاش، 2-0. المنتخب المغربي كان عرفش يدير الماتش نتاعو، صبر برشا. المنتخب المغربي قبل اللعب ميم حتى سجل المنتخب المغربي هدف عن طريق زياش، وكان هذا الحكم بدواعي التسلل. المنتخب المغربي كان قبل اللعب، قبل الهدف الأول وقبل اللعب بعد الهدف الأول، لكن واصل وقعد وصبر وانتصر 2-0 على منتخب بلجيكي صعب جدا. فألف مبروك لأشقائنا المغاربة، ومبروك لكل العرب ولافريقيا. منتخب يستحق يمثل معناتها المنتخبات العربية الافريقية. ونعرفوا كنا المنتخب المغربي، واكيد المحللين كانوا يستناوا في المنتخب المغربي انه يعمل تورنوا هائلة، انه يعمل كأس عالم هائلة. عنده كل شيء، كل مقومات منتخب مغربي، يملك الملاعبية الكاليتي. منتخب مغربي يعني ملاعبيته تقريبا كل ينشطوا في اوروبا في انديه كبيره، معناها حكيمي للبي اس جي، زياش تشيلسي، وبقيه الملاعبيه. حتى سبيري الولد اللي سجل مخالفه مباشره يلعب في ساندوريا في ايطاليا، كان خذا مكان سليم اللي يلعب في سانتادال دو ليج. فمنتخب مغربي ممتاز وممتاز جدا. بوخال خذا مكان بوفال وهو اللي سجل الهدف الثاني. يعني منتخب مغربي صبر بالضغط اللي كان متحمله من المنتخب البلجيكي، لكن المنتخب المغربي ينتصر ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 73 مخالفة مباشرة من سابيري. كما قلنا سابيري هبط في الدقيقة 68 ويسجل مخالفة مباشرة بعد تداخل رومان سايس يعني في المخالفة، وقعد يصبر حتى بعد الهدف الأول. المنتخب المغربي يستنى في الكاو، جات في 92 بوخيل بعد دخول معناها من زياش، معناها كوندويت بال عملها هيله برشا حتى من رتري، وبوخيل يحط كرة في سقف المرمى. وهدف ثاني ممتاز. ومنتخب مغربي يعني يغلق المباراة ويغلق ملف ماتش بلجيكا. فألف مبروك للمنتخب المغربي. نمشيو للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي اللي كان انهزم بالامس من منتخب بولندا، منتخب ليفاندوفسكي. ولو انه يعني المنتخب السعودي كان عمل ماتش كبير، كان خلق الفرص، ضيع ضربة جزاء، عمل كل شيء المنتخب السعودي في الماتش بقية ترونار الدوسري بقية الملاعبية. صحيح ضيع ضربة جزاء تصدي لها تشيزني، لكن المنتخب السعودي مازال الامل نتاعو قايم. كما قلنا في الفيديوهات السابقة أنه المنتخب السعودي كان في مجموعة صعيبة برشا. سيفري المنتخب السعودي انتصر على الأرجنتين، لكن مازالت له بولندا والمكسيك. بولندا والمكسيك منتخبات يعني عندها ما تحكي، وهيك علاش المنتخب الأرجنتيني يعني انتصر على منتخب المكسيك ب2-0. ومنتخب بولندا كان انتصر أمس على المنتخب السعودي. بالتالي المنتخب السعودي يعني مازلت حظوظه الكل الحق معناها في الترشح. لو ينتصر على المكسيك في آخر ماتش إن شاء الله نشوفوا المنتخب السعودي في الدور الثاني. المنتخب السعودي الحقيقة اللي ما يقدمه معناها حتى التو يستحق يكون في الدور الثاني. معناتها أبار الانتصار على المنتخب الأرجنتيني، منتخب السعودي البارح كان قدم مباراة كبيرة برشا ضد بولندا، وكان خسر الحقيقة نقاط المباراة، وكان حتى يتعدى بتعادل كان يخدموا بون هكا. احنا العرب وليزافريكان الغارب ما نعرفوش نتصرفوا معناها ونديروا الماتشوات ولي جيستيون، ما تربحش تحاول ما تخسرش. نقطة كان ينجم يكسر بها بولندا المنتخب السعودي أمس، وكان يتعدى بأكثر حظوظ الماتش المكسيك. بالتوا اللي صار إن شاء الله المنتخب السعودي يعوض ضد منتخب المكسيك، وإن شاء الله زينة للمنتخب السعودي